دي هي كايا، وبالرغم من شكلها الكيوت ده الا ان كايا دي عندها جانب مظلم في حياتها. وفي اليوم ده كايا كانت بتمنع اي حد من انه يركب المرجحه، وده عشان المرجحه دي كان فيها حاجه غريبه، اي حد كان بيجربها كان بيقع من عليها. والموضوع ده ما حصلش مره ولا اتنين، لا ده حصل 5 مرات. بس الاطفال ما عجبهمش اللي كايا بتعمله، فراحوا اشتكوا كايا للمدرسه بتاعتهم واللي اسمها تشي. والمعروف عن كايا انها مش بتكبر لحد ودماغها مع نفسها وبس. فلما المدرسه تشي حاولت انها تفهم منها الموضوع، كايا بصت لها بصه عميقه وبعدها طلعت تجري. فالمدرسه طلعت تجري هي كمان وراها. الطفل بقى اللي كايا كانت بتمنعه من ركوب المرجحه قال لك بس فرصتي، وركب المرجحه. ولما الواد ركب كان عايز حد يزقه بالكرسي، فبدات ايد غريبه تزقه، وطبعا الواد اتبسط فطلب من ايا كان اللي زقه ان هو يزقه تاني، وفضل يكرر الطلب لحد ما المرجحه اترفعت بيه لفوق خالص. وقتها الواد شاف بقعه كبيره بتتكون على الارض، اول ما شاف البقعه دي قال لك خلاص كفايه مش عايز. بس الوحش ده فضل مكمل وقعد يزق الواد لفوق. في اللحظه دي جت كايا ومسكت الكرسي المرجحه وانقذت الواد. وش كايا وقتها كان نصه مضلم، وقالت للواد اتبسطت كده امشي بقى دلوقتي. بعدها ركبت كايا المرجحه وبدا يتكرر معاها نفس اللي حصل مع الواد. الواد لما شاف اللي بيحصل معاها قال لها البتاع دي فيها حاجه غلط، لكن كايا كانت هاديه جدا وقالت لا مفيش حاجه كله زي الفل. وقتها ظهر وحش عملاق تحت المرجحه مستني اي طفل يقع وياكله، وهو اللي كان السبب في ال5 حوادث. ومره واحده كتله من الايادي زقت كايا لبق الوحش العملاق، بس كايا فجاه وشها قلب اسود وضربت الوحش بوكس دمرته بيه. وهو ده الجانب المظلم اللي عند كايا، وانها عندها قدرات خاصه بتهزم بيها الوحوش. وبعد ما كايا هزمت الوحش رجع الجو لطبيعته. كايا بعدها مدت ايدها للواد وبكل لطافه قالت للواد تحب تلعب معايا على المرجحه؟ الواد طبعا اتفزع وطلع يجري وقعد يقول ايه الرعب ده يا بنت المجانين. بس كايا طنشت كلامه وقعدت هي تلعب. في نفس الوقت المدرسه كانت شايفه كل اللي حصل من شويه ده. وبعد فتره من الحادثه دي كايا بتكرر نفس اللي عملته مع المرجحه، بس المره دي مع كتاب قصص بتاع طفله تانية، وده عشان بيبقى جواه وحش برضه. ولما الطفله قالت خلاص انها مش عايزه تقرا الكتاب، كايا رمت الكتاب هي كمان ومشت. المدرسه بتاعت الفصل لما شافت تصرف كايا بتاع النهارده وقارنته بوقت حادثه المرجحه، حست ان كايا بتعمل كل ده عشان تحمي زمايلها، وخصوصا ان مفيش حد حصل له حاجه وهو على المرجحه من ساعه البوكس اللي خد الوحش من كايا. بس المدرسه برضه ما بتكونش مقتنعه، هي البعيده عميها. وبعدها لما المدرسه بتروح ورا كايا بتلاقيها قاعده بتبوظ في كتاب تاني، فالمدرسه بتتعصب عليها وبتقول لها هات اي كتاب تاني انت بوظتيه. كايا مش بتتوصى وبتجيب لها دستة كتب. ولما المدرسه تسالها انت ليه بتعملي كده، كايا بتقول لها عشان الكتب دي لازم ما تتفتحش، وبتسيبها وتمشي. بعدها بتبدا المدرسه انها تشيل اللزق اللي حطته كايا على الكتب. في الوقت نفسه كايا بتحس بشعور غريب، فبتتحرك بسرعه ناحيه المدرسه اللي بتكون شالت كل اللزق عن الكتاب وبدات تقرا فيه هي كمان. وفجاه وهي بتقلب في الصفح بيظهر لها وحش من بين الصفح، فعلى طول بترمي الكتاب بعيد. وفجاه بيخرج من الكتاب وحش شكله مرعب، واللزق اللي كايا كانت لازقاه هو اللي كان مانع الوحش من الخروج. ولما الوحش بيكون على وشك ان هو يعمل حاجه بتيجي كايا وبتقسم دماغه لنصين بالكتاب. كايا قالت للمدرسه بعدها عشان كده قلت لك ما تفتحيش الكتاب. وقتها اتاكدت المدرسه ان كايا بتحمي زمايلها من الوحوش. وبعدها بتيجي مدرسه تانية وبتاخد معاها كايا، لكن قبل ما بتمشي كايا بتشاور للمدرسه على الكتب وبتقول لها ان كل الكتب دي مش تمام. وقتها المدرسه ما بتكدبش خبر وبتلف الكتب لفه محترمه وبتروح ترميهم في الشارع. بعدها بتيجي مديره المدرسه وبتبقى شايفه ان خساره الكتب دي كلها تترمي، فبتعمل حركه ذكيه فبتاخدهم معاها. وفي اليوم اللي بعده بيبقى في واد محبوس في الحمام وبيقعد يصرخ لحد ما جت المدرسه وفتحت له الباب. وعشان كده قررت المدرسه انها تحط الحمام ده تحت الصيانه لحد ما يتصلح. كايا بعد الكلام ده بتتحرك ناحيه الحمام، وفي نفس الوقت واحده زميلتها بتبقى عايزه تخش الحمام فبتضطر تدخل الحمام اللي تحت الصيانه عشان الباقي مشغول. وبتطلب من كايا انها تراقب المكان لحد ما تطلع. وبعد ما بتخلص زميله كايا الحمام بتحاول تفتح الباب بس بيبقى معصلك، ومهما حاولت تطلع مش بتعرف، وده عشان بيبقى في وحش منعها من الخروج. الوحش ده ما كانش بيقدر يعمل حاجه في الاول عشان دايما كان بيبقى في شخص من بره بيفتح الباب، بس لما كانش في حد بره دلوقتي الوحش هيظهر. في اللحظه اللي البنت الصغيره بتبدا فيها تعيط بتظهر كايا وهي بتكسر الباب وبتقول لزميلتها سيبي لي انا بقى الطلعه دي. ومره واحده بتمسك دماغ الوحش وبترزعها في قاعده الحمام وبتسحب السيفون عليه. بعدها بتيجي مدرسه وبتلاقي ان قاعده الحمام مسدوده والمكان كله بقى ميه. طبعا هي افتكرت ان كايا هي السبب. في نفس الوقت زميله كايا خلعت وطلعت تجري. كايا كانت لسه هتبرر اللي عملته بس افتكرت التريقه اللي كانت بتاخدها من الناس لما كانت بتجيب سيره الوحوش والناس كانت بتقول عليها مجنونه. بس في اللحظه دي جت المدرسه تشي وقالت انها هي اللي سدت الحمام وهي بتحاول تصلحه. كايا سالت المدرسه تشي بعدها وقالت لها انت ليه ساعدتيني؟ فهي ردت عليها وقالت لها انها لو قالت ان الوحوش هي السبب محدش هيصدق. فكايا قالت لها طب ما طالما انت قادره تشوف الوحوش يبقى اي حد هيقدر. بس المدرسه ردت عليها وقالت لها ان هي مش بتقدر تشوف الوحوش، والمره الوحيده اللي قدرت تعمل كده كانت لما الوحش خرج لها من الكتاب. كايا بصت لها كده وقالت لها طب طالما انت ما شفتيش حاجه عرفت منين ان الوحش هو اللي عمل كده؟ فالمدرسه قالت لها ان هي ما تعرفش فعلا بس هي مصدقه كايا. كايا اتبسطت بكلام المدرسه تشي، وفي الوقت نفسه جت زميله كايا اللي خلعت من شويه واعتذرت لكايا على اللي عملته وشكرتها كمان على مساعدتها. بعدها بيجي ابو كايا وبياخدها من المدرسه وبيروحوا البيت. وقتها المدرسه تشي بتسال زميلتها وبتقول لها هو ليه دايما ابو كايا هو اللي بيجي ويروحها؟ امال فين امها؟ فزميلتها بترد عليها بان امها مريضه ومش بتخرج. ولما كايا بتروح البيت بتطلع جري بسرعه لاوضه امها، بس لما بتفتح الباب بتشوف عين وحش ضخم جدا. كايا بالرغم قوتها دي كلها ما قدرتش تواجه الوحش العملاق اللي جوه ده. وبس كده دي كانت الحلقه الاولى من الليمي. لو حابين نكمل الباقي انتوا عارفين المطلوب. بس كده سلام.